إذا كان قد صح عندنا أن الله جميل وأن الله يحب الجمال، وقد صح عندنا أنه لا أحب إلى الله من سيدنا محمد، إذن فسيدنا محمد أجمل الجمال، سيدنا محمد مجمع الجمال. مقدمتان لها نتيجة، المقدمة الأولى، هيا أصحاب المنطق هذول، مقدمتان ولها نتيجة. المقدمة الأولى الله جميل يحب الجمال، المقدمة الثانية الله أحب الخلق إلى الله سيدنا محمد، النتيجة أجمل الخلق سيدنا محمد، فهو مجمع الجمال في هذا الوجود. واقتضت الإرادة الإلهية أن هذا الجمال متعد من حضرته، مبتث في الوجود، منبثق إلى ما يحيط به، فلا يقترب من هذا الجمال مقترب إلا وغمر بأنوار هذا الجمال غمرا، إلا وحشي بهذا الجمال على نحو يستحيل به هو أيضا مصدرا للجمال لمن يحيط به. في السابق كان متلق للجمال من سيد أهل الجمال صلى الله عليه وسلم، لكن جرت عناية الله بهذا الجميل صلى الله عليه وسلم أن ما اتصل بجماله سرى إليه الجمال إلى حد يصبح هو فيه مصدرا للجمال لما يحيط به، فاتصل به ساداتنا الصحابة، ثم انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها، فانتشر الجمال بانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها. اتصل به أهل البيت ولا يزال إلى عصرنا هذا، إلى أن يخرج الإمام المهدي في آخر الزمان، إلى أن ينزل سيدنا عيسى عليه السلام، إلى أن تأتي العلامات التي يصبح فيها الناس فيجدون صفحات المصاحف بيضاء. عند هذا الحد ينقطع مسر الجمال في هذا الوجود، إيذانا بانتقال كلي للجمال إلى العالم الآخر لقرب الساعة، لكن لا نزال نتقلب في هذا الجمال.